بتصورها وبتقلب السوشيال ميديا وناس كتير بتعرفها في العالم. ولما بتخلص غنى عودة بيقول لها احنا المفروض نشيل البوهيه اللي عليكي دي، فهي بتقول له لا انا مش هشيلها، انا ده اللي كنت عايزاه. وبنروح للمغنيه نيني في بيتها والمنتج بتاعها الماظ، وهو بيقول لها على اخبار الاسبوع، وهي بتتضايق ان شهرتها بقت تقل. وطعمه وهي قاعده بتلعب مع عودة بالليل بتسمع صوت جيتار في الاسطبل، ولما بتروح بتلاقي المنتجه انجي بدر قاعده بتعزف هي وزكي، وطعمه بتكتشف ان هي جايه عشان خاطرها وبتقول لهم ايه رايكم اسجل لكم البوم، وفعلا بيسافروا معاها عشان تروح تسجل لهم البوم. ولما بيدخلوا الاستوديو بينبهروا جدا علشان بيبقوا شافوا اول مره الاستوديو. وتعرف بتقول لها تقدري تخلينا نوصل لمهرجان المزيكا، بس انجي بتقول لها مش انا اللي هوصلك، صوتك هو اللي هيوصلك لو غنيتي من قلبك. وفعلا بيقعدوا يغنوا وانجي بتسجل لهم لحد ما الماظ بيتصل عليها وبيطلب منها انه عايزهم يغنوا في حفله نيني، وهم بيوافقوا. والماظ بيروح يقابلهم في المطار وبياخدهم عشان يوديهم الحفله. ولما بيوصلوا الماظ بيحاول يبعدها عن الفريق بتاعها، فبيعطل العربيه بتاعتهم علشان تبقى لوحدها. ولما بيوصلوا الحفله نيني بتقابل طعمه مقابله وحشه، وطعمه لما بتخش عشان تغني بتقول لالماظ الفرقه بتاعتي مش موجودين وانا مش هينفع اغني من غيرهم. الماظ الشرير بيقول لها تلاقيهم سابوكي ومشوا، خلاص لو مش عايزه تغني انا هعتذر للجمهور. بس طعمه بتقول له مفيش مشكله انا هغني قدام الجمهور، وبتقعد تغني والجمهور بيعجب بيها. ولما فريق طعمه بيوصلوا للحفله بيلاقوا ان طعمه بتغني من غيرهم، والماظ بيسيب نيني وما بيبقاش مدير اعمالها. ونيني بتتضايق من طعمه وبتخش عليها المسرح علشان تطردها قدام الجمهور، بس طعمه بتهرب. ولما نيني بتبدا تغني الجمهور ما بيبقاش عاوز يسمعها، والماظ بيقول له طعمه ما تزعليش، ولو انت عايزه توصلي لمهرجان المزيكا لازم تخليني مدير اعمالك. وفعلا طعمه بتغلط وبتمضيله. ولما بتخرج تقابل الجمهور عودة بيقابلها وبيقول لها انت